السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل استاد القاهرة الدولي صالة 3 ننقل لكم تصفيات منتخب مصر للرجال حزام فوق 84 كيلو. على الملعب أحمد شوقي نادي الزهور بالحزام الأحمر، أحمد رجب المصري مؤسسة الرياضية بالحزام الأزرق. وبداية هجمة كده في أول 3 ثواني بنقطتين ياخدهم أحمد والسنشو مع أحمد رجب المصري. مدير المباراة الكابتن أحمد صابر حكمنا الدولي. خطف في اول 3 ثواني بالظبط كده نقطتين. زقه كده من شوقي، فعلا الحكم ادى زق، وادي اول انذار. وادي مسافة ومطلوب كارت للأحمر. فيديو ريفيو. هنراجع ونشوف النقطة، هل هي مسافة ولا نقطة؟ هنراجع النقاط الفنية ونشوف في ضربة ايد ولا في ضربة رجل. هل في ضربة ايد للحزام الأحمر ولا ضربة رجل للحزام الأزرق؟ في انتظار الفيديو ريفيو. لا في ايد ولا في رجل، ونستأنف المباراة. بعد كده مواشي الشدم في البطن، ما خدتش ولا علم. مر دقيقة ونص من زمن المباراة ولا زالت النتيجة 2-0 لأحمد رجب المصري نادي المؤسسة الرياضية. وادي ورا مواشي حكاية، ورا مواشي في منتهى الجمال ب3 نقاط عشان يعلي رصيده ويبقى 5-0. تقدم نادي طلائع الجيش 5-0 على نادي الزهور. وباقي دقيقة و20 ثانية. في تحجيز كده واول انذار مسك
على احمد رجب المصري، يبقى انذار وانذار. باقي 39 ثانية، وتقدم أحمد رجب المصري نادي المؤسسة الرياضية على نادي الزهور 5-0. باقي 15 ثانية، اشتراكه. احمد رجب المصري بيحاول يرجع تاني، كان بطل عالم سابق. اوه، في اخر ثانيه لف وشيرو. الف مليون مبروك، تقدم احمد رجب المصري. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.